السلام عليكم. كاين بزاف اللي يعرفوا هاد القناة باسم دان لي دي جيت ميوزيك تاع الراي والهند القديم، خاصة المشاركين القدم، بصح ما همش عارفين شكون اللي كان يبارطاجي وينشر الموسيقى خلف الكواليس. باش كان نشر بدون ظهور، وكاين اللي دخل جديد وما هو فاهم والو. باخذ صالح قاسمية منشئ محتوى جديد، وبيكم انتوما نزيدوا مالهم اكثر. وباه نحققوا هذا الشيء حاجه واحده برك نطلبها منك خويا العزيز، دير لايك واشتراك وكمل معايا الفيديو حتى الاخر، باش الخوارزميه تاع اليوتيوب تحب الفيديو اللي يكملوه للاخر. ولا ما راكش مهتم خليه يمشي وخليه يصلحك في حاجه اخرى. مالك بصح يا راجل نجيب معاك برك. علاش؟ شوف انا حبيت تتبع الفيديو وتسمعني مليح، ممكن تكون حكايتك كيما حكايتي، وهكذا نكونوا شركه وتبدي الفكره من عند خوك. في 2021 كنت هنا وكان عندي حلم بسيط نبارطاجي معاكم في هذه القناة الموسيقى اللي نحبها، الراي العباسي، شاب بلال، شاب نصرو، بصح غير القديم والخاطرة. في الحقيقة أنا كنت نحب نصرو، كنت نبارطاجي بصح من وراء الكواليس كانت حياتي فوضى كبيرة، كنت نستهلك بلا إنتاج، كنت نضيع وقت غالي بزاف وما نستمروش. في الحقيقة اليوم قررت نحكي لكم القصة كاملة، كيفاش انتقلت من واحد يقضي نهاره كامل من بين لي جو والأغاني الواحد يخطط باش يبني مشاريع تقنية ومستقبل حقيقي. وهنا تبدأ الرحلة. هذه مش قصة نجاح خيالية، هذه رحلة تأسيس حقيقية بكل مراحل الفشل والنجاح. أخويا العزيز، النجاح ماشي بالضرورة يكون شحال وليت تدخل دراهم، النجاح يبدأ بتغيير العقلية والمايند سيت. وإلا حققت هذا أنا عندي وعند الخبراء راك ناجح حتى قبل ما تدخل دراهم. صح نرجعوا شوية للور، كنت كيما بزاف شباب نخدم نتعب، نخدم لا ماسوندري، دادوسو، الفايونس، البريك، تلباس، والعشية نريح مع اليوتيوب ونسمع الراي القديم ونروح لبعيد ونتفرج لي جيمرز اللي بارطاجوا واش يلعبوا على قنواتهم ونقول بصحتهم راهم عايشين ودايرين لافير. كنت نشوف في صناع المحتوى يدخلوا دراهم وانا ندخل المتعة المؤقتة. قناة هذه كانت محاولة، بالصح كانت محاولة ناقصة. كنت نعاود نرفع محتوى ناس اخرين يسمى ريوز كونتنت ونستنى الربح السهل. يوتيوب قال لي ستوب، وهنا كانت اول صدمة. مرة ما حبست القناة دخلت في دوامة كبيرة واللي يوقعوا فيها بزاف من الإخوان. ولا نقول لك حاجة، كامل اللي دخل مجال الربح من الانترنت فات عليها، بصح يبقى الفرق انه كل واحد شحال شدت فيه. وعلى بالك نكره حتى باه نذكرها، وهي مرحلة التشتت. شوف جربت كل شيء، بديتها بالكريبتو، بين قوسين الكريبتو بديتها في 2015 ملي كان بيتكوين يدير 300 400 دولار. جربت التجارة الإلكترونية وكوميرس، جربت الفريلانس، جربت بزاف مجالات. كنت كل ما نشوف واحد ناجح في مجال نصوت عليه، شهر شهرين ونفشل ونمل ما نشوفش نتيجة. علاش؟ على خاطر ما كانش عندي الساس. كنت نحوس على الديسير قبل حتى ما نغرس الشجرة. بعد سنوات وانا ندور غير في بلاصتي، بصح في وسط هذا الفشل تعلمت اهم دروس في حياتي. لازم تتحول من مستهلك لمنتج، ولازم تبني عقلية قبل ما تبني مشروع. وهنا قررت نحبس اللعب، قلت لروحي يا صالح بركات، لازم تختار الطريق وتكمل فيه حتى للآخر. صح بديت نتعلم، صح ماشي نتعلم باش نولي مثقف، نتعلم باش نبني. بديت نتعلم شوية الانضباط، تخطيط، ومن بعد دخلت في التقنيات. نقول لك حاجة،
مع تطور تكنولوجيا الاي وادوات الذكاء الاصطناعي القويه، ودرك رانا في 2026 بديت نفهم باللي المستقبل راهو في البرمجه وفي الساس. وهنا كلمه ساس بالانجليزيه هي اختصار لسوفت وير از سيرفيس، يعني بناء منتجات تحل مشاكل الناس. اذا لحقت معايا في هذا الفيديو لحد هذه الدقيقه، نعرف باللي طريقه تفكيرك تشبه طريقه تفكيري. بصراحه نحييك، ما تنساش اللايك وكمل معايا. وهنا خويا العزيز تخلقت فكره رحله التاسيس. ماشي انا المعلم وانت التلميذ، لا، انا اخوك اللي راهو يسبقك بخطوه واحده ويقول لك هاي الحفره اتونسيون تحت العام. ومع الفكره ثاني درت قناه اخرى بنفس اسم الفكره واللي هي صالح قاسميه رحله التاسيس. القناه راهي باللغه العربيه الفصحى. وعلاه خيرت الفصحى بالضبط؟ على خاطر انا بالدرجه الاولى نحب العربيه الفصحى، وزيد به نستهدفوا جمهور واسع من كل الدول العربيه، وهكذا يفهمونا كامل. خلتي القناه مازالت صغيره، ماذا بيا تدعموها بالاشتراك والتفاعل. وما نحكيش على قيمه المحتوى اللي فيها، نخليكم تقيموه كي تشوفوه. الرابط نخليه في الوصف ولا في التعليق المثبت. وعلاش رجعت لهذه القناه وعلاش سميتها صالح قاسميه داندي ديال؟ على خاطر ما نكرش اصلي كان اسم القناه قبل داندي ديال ميوزيك. انا ما زلت نحب الراي القديم، بصح درك التركيز ما عادش باه نسمع موسيقى. طريقه التفكير تبدلت، اهداف ولا عندها تخطيط واضح. على هذا الشيء المحتوى تبدل. في هذه القناه راح نشارككم واش تعلمت، واش راني نتعلم درك، واش اللي يصلح واش اللي ما يصلحش. وكاين مشاريع راني نخدم عليها كي توجد ان شاء الله نشاركها معكم من بعد حتى بالخسائر. اذا راك حاب تتبع واحد حقيقي ماشي يبيع لك الوهم، مرحبا بك معنا في العائله. الرحله التاسيسيه بدات، وهذه هي البدايه جديده وما زال الخير لقدام. رابط قناه رحله التاسيس تلقاه في الوصف ولا مثبت في اول تعليق. الى مشترك قديم ما تنساش اللايك، وإلا تشوفني لأول مرة اللايك والاشتراك، وخلي لي رايك في التعليقات. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام.